قصة عندما تسمعها لأول مرة قد تعتقد أنها دربا من دروب الخيال، أو قصة للخيال العلمي، أو قصة لأحد أفلام هوليوود. بطلها حارس أمن وطيف سيدة رحلت عن الحياة. نعم، كما سمعت، طيف سيدة رحلت عن الحياة. فماذا حدث في بوينس آيرس في الأرجنتين؟ تداولت العديد من الوكالات الإخبارية مقطعا مصورا وصف بالمخيف لطيف سيدة رحلت عن الحياة يعود للمستشفى الذي رحلت منه بالأرجنتين، وحارس البوابة يستقبلها بكل ود دون علمه. ادعى حارس أمن في أحد المؤسسات الصحية في بوينس آيرس في الأرجنتين أن سيدة عجوز حضرت في الساعة 3:30 صباحا، وقالت أنها بحاجة لرؤية الطبيب المناوب، وسمح لها الحارس بالمرور وسجل اسمها وأحضر لها كرسيا متحركا وأخذها إلى الطبيب المختص. لم يراها الطبيب قط، كما تبين أن السيدة التي سجلها حارس الأمن رحلت قبل يوم من زيارتها المزعومة إلى المؤسسة الصحية. وقال الحارس هنا إنها لم تكن تخيلات، وطلب بمشاهدة فيديو مناوبته الليلية. وظهر في الفيديو المتداول الحارس ينهض من مكانه ليستقبل شخصا ما، ولكنه غير مرئي في الفيديو، بعد فتح باب منطقة الاستقبال من تلقاء نفسه، كما أنه قام بإزالة حاجز الخط للسماح لشخص ما بالدخول، وأحضر كرسيا متحركا وأخذ في دفعه إلى داخل المؤسسة الصحية ليدعم الفيديو زعم الحارس الأمن وكلامه أيضا. وكان رد الفعل على الفيديو المتداول لرجل الأمن منقسم بين مؤيد لفكرة وجود الأطياف بيننا على الأرض على الرغم من عدم ظهور الطيف في الفيديو، وبين آخرين مؤكدين أنه لا يوجد أطياف على الأرض، وأن ما قام به حارس الأمن مجرد تخيلات بسبب ساعات السهر الطويلة، لا سيما أنها الواقعة حدثت في الساعة 3:30 صباحا. إلا أن رجل الأمن ما زال يؤكد أن ما رآه حقيقة، وأنها ليست تخيلات أو هلاوس كما يدعي البعض، لا سيما أنه لم يكن يعلم برحيل السيدة عن الحياة. وبعد انتشار اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أخبر المتحدث باسم مركز الرعاية وسائل الإعلام المحلية أن الباب كان معيبا وظل يفتح عدة مرات دون التطرق إلى الواقعة التي يصر عليها حارس الأمن. وقال مدير العلاقات الإعلامية بالمؤسسة الصحية إن باب المدخل به مشكلة تسببت في فتحه 28 مرة خلال فترة 10 ساعات، وأن السلوك الغريب لحارس الأمن الذي تم التقاطه بالكاميرا قد يكون من فعل مزحة، مؤكدا أنه لا يؤمن بوجود الأطياف. وأكد أن حارس الأمن الذي تم تعيينه من خلال وكالة خارجية لم يسجل اسم أي شخص يحتاج للرعاية الطبية. وفي الختام، الإيمان بوجود الأطياف على الأرض بيننا في حياتنا الطبيعية موجود لدى البعض، والذين يدعمون رواياتهم بمشاهدات حقيقية لهذه الأطياف. فهل تؤمن بوجود الأطياف؟